حاولت أم بيع كلية صغيرها لتحقيق حلم عمرها، واقعة لا يتقبلها عقل بشري. جرت أحداثها داخل محافظة بورسعيد، حيث اتفقت سيدة مع أحد الأشخاص تعرفت عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتاجر في الأعضاء، وعرضت عليه أن يشتري أعضاء نجلها مقابل ملايين الجنيهات. وتخلت المرأة عن عاطفة الأمومة، وفي لحظة تحولت إلى وحش بدأت في تخدير ابنها استعدادا لاستخراج أعضائه، ولكن الطفل دخل في حالة مرضية ونقلته إلى إحدى المستشفيات، وتم اكتشاف مخططها وتم القبض عليها ويتم التحقيق معها. وننشر لكم تفاصيل التحقيقات الجارية في واقع تخدير أم لطفلها لبيع أعضائه بمحافظة بورسعيد والتي تدعى هويدا. واعترفت السيدة في تحقيقات القضية التي تشغل الرأي العام ووسائل الإعلام المختلفة طوال الأيام الماضية بأنها كانت تنوي بيع كلية ابنها نظير مبلغ مالي كبير. ومن ضمن الأسئلة سئلت: لماذا حاولت التخلص من ابنك؟ ردت: لم أقصد أن أتخلص منه، ولكن بعد طلاقي من محمد أبو الأولاد منذ 3 سنوات كنت أعيش بشقة مفروشة بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وكان طليقي يدفع ثمن المفروش، فأردت أن أعيش في شقة تمليك مع أولادي. لذلك تواصلت مع صفحات بيع الكلى في مصر، وكنت أعرفها جيدا لأن والدي كان مريض كلى. عرضت في الأول بيع كليتي من خلال إحدى الصفحات، وتناقشت مع ابنة خالتي أيضا لبيع كليتها، وقلت لها أنا هشتري شقة تمليك وانتي تسددي كل ديونك، لكنها رفضت وقالت لي حرام نعمل كده. واعترفت المتهمة في أقوالها أمام جهات التحقيق بأن الشخص الذي تواصل معها ويدعى أنه طبيب بالقصر العيني يدعى خالد علي من خلال الأكاونت الخاص بصفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت المتهمة: كان يتواصل معي من مجموعة أكاونتات مختلفة، وقال لي إنه لا يشتري كلا كبار السن، ولكن من سن 7 إلى 18 سنة. ثم سألني: هل عندك أولاد؟ قلت له: أيوة، عندي بنت وولد. طلب صورهم، وبالفعل قمت بتصويرهم وأرسلت له الصور، لكنه أخبرني بأنه سيتم الاتفاق على شراء كلا الولد فقط، ولو في أولاد تاني أبعت له صورهم. وبالفعل صورت أحمد ابن بنت خالتي وهو في عمر ابني وأرسلت له صورته. وتابعت المتهمة بعدها طلب مني تصوير ابني عاريا وتصوير العضو الذكري له. قمت بعمل ذلك وأرسلت الصور له. ثم طلب عينة دم 15 ملي وعينة بول وشراء سرنجات. ثم طلب مني أن أقوم باستحمامه وإعطائه مخدر بشرط أن يقوم بشرب زجاجتين من المياه، ثم أقوم بالضغط على بطنه فتنزل المياه من عضوه الذكري، وأقوم بعمل بث مباشر في جميع الخطوات. استكملت المتهمة اعترافاتها وقالت: كنت أقوم بعمل مسابقة بينه وبين شقيقته لشرب المياه، وقلت لهما اللي هيشرب إزازتين المية هجيب له حاجة حلوة. وبالفعل كان سامي يسرع في شرب المياه كلها. وفي اليوم الذي فقد ابني الوعي فيه طلب مني هذا الشخص أن أعطي ابني برشامتين من المخدر حتى يغيب عن الوعي وأقوم بسحب عينة الدم، وبالفعل أعطيته برشامة والثانية وقفت في زوره. اديته مية علشان ينزلها، ولكنه قال لي ما تاخديش العينة إلا لما يغيب عن الوعي تماما. وحوالي الساعة 12 بالليل طلب مني أن أعطيه حقنة مخدر في رقبته، لكني رفضت. واستكملت المتهمة اعترافاتها وقالت: هو كان متفق معايا إنه هيبعت لواحد ياخد مني العينات فقط مقابل 1,000,000 جنيه وباقي الفلوس بعد ذلك. بعدها فضلت اتصل بيه لم يرد علي، وفي نفس الوقت ابني فاقد الوعي وأنفاسه كانت بطيئة، فذهبت به إلى مستشفى آل سليمان وأخبرتهم إنني أتناول نوع من البرشام وابني غفلني وتناول منه. خشيت أن أذهب به إلى أي مستشفى حكومي حتى لا يتحررون لي محضر إهمال. ثم صورت ابني ونزلت صورته على صفحتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وطلبت من الناس تدعي له، وكتبت: يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة. ثم قمت بمسح جميع الفيديوهات والبث المباشر الذي كنت أتواصل به مع هذا الشخص.
فوجئت في اليوم التالي بالشرطة تطرق باب الشقة وألقت القبض علي، وكان هذا في نفس توقيت القبض على هذا الشخص الذي كنت أتواصل معه بسبب العثور على الفيديوهات والمحادثات التي بيننا على هاتفه الخاص. كما قالت المتهمة إنها حاصلة على ثانوية أزهرية وتربت في بيت متدين، لكن والدتي كانت تعاملني معاملة سيئة وتقول بأنني لم أسمع كلامها، حتى عندما طلبت الطلاق أكثر من مرة من أبو أولادي كانت ترفض وتقوم بالضغط علي حتى أعيش معه علشان خاطر الأولاد، وحتى بعد طلاقي منه أخذت مني الأولاد غصبا عني وعاشوا معه 3 أشهر. وتابعونا ليصلكم كل ما هو جديد. كان معكم بسمة مجدي.